نهاية مشوار. السلام عليكم. بعد نهاية دورة بنهائي من بطولة كأس العالم للأندية، الدور عرف خروج الممثل العربي الوحيد نادي الهلال بعد أن خسر أمام فلومينيزي بهدفين لهدف. الهلال أنهى مشواره بتعادل أمام ريال مدريد وسالزبورغ وفوزه ضد باتشوكا ومانشستر سيتي. الزعيم قدم أداء جيدا خلال هذه البطولة. فلومينيزي سيواجه في نصف النهائي نادي تشيلسي الفائز على بالميراس. ربع نهائي كذلك عرف مواجهة أوروبية خالصة، ريال مدريد ودورتموند والبي اس جي ضد بايرن ميونخ. الريال تجاوز دورتموند بثلاثية مقابل 2، كما خسر الفريق خدمات اللاعب أو المدافع هويسن إذا تلقيه بطاقة حمراء. يبدو أن الريال كان صاحب المشوار الأصعب من بين كل الأندية المشاركة في البطولة، إذ واجه في كل دور فريقا أوروبيا، بداية بسالزبورغ وبعدها اليوفي ثم دورتموند، والآن سيواجه البي اس جي في نصف النهائي. فالريال إذا تخطى البي اس جي وتشيلسي تخطى فلومينيزي سيواجه الريال فريقا أوروبيا آخر في النهائي. خصم ريال مدريد القادم هو البي اس جي الذي أطاح بالعملاق البافاري بايرن ميونخ بهدفين دون رد. المباراة شهدت حادثة مروعة، وهي إصابة اللاعب جمال موسيالا الخطيرة الذي تعرض لها إثر اصطدامه بالحارس دوناروما. مواجهة حامية في نصف النهائي بين ريال مدريد والبي اس جي وتشيلسي ضد فلومينينسي، فمن يا ترى سيكون في المشهد الختامي للبطولة؟ اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى اشتراك في القناة ليصلك كل جديد.